لو ما بتعرفش تعمل إخفاء للنون الساكنة أو التنوين يبقى الفيديو ده ليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنتكلم عن قاعدة مهمة جدا في التجويد اسمها الإخفاء الحقيقي. هنعرف معناه وطريقة تطبيقه في القراءة الصحيحة للقرآن. الإخفاء معناه إيه؟ معناه لما تيجي النون ساكنة أو التنوين ويجي بعديها أي حرف من حروف الإخفاء بنعمل إيه؟ بنخفي النون الساكنة أو التنوين ونأتي بغنة فقط عند الحرف الذي يأتي بعده. لا أنا بظهر النون الساكنة أو التنوين ولا بعمل لها إدغام، ولكن بنخفي النون الساكنة أو التنوين إخفاء تاما ونأتي بغنة فقط. طب إيه هي حروف الإخفاء الحقيقي؟ هم عددهم 15 حرف وهم كالتالي: الصاد والضاد، التاء والثاء، الفاء والقاف، السين والشين، الدال والذال، والطاء والظاء، والكاف والزاي والجيم. تعالوا نطبق مع بعض ونشوف بعض الأمثلة. لما أقول من قبل، من قبل، هنا عملت إيه؟ عملت إخفاء للنون تماما، ولكن جبت غنة فقط عند الحرف اللي بعدها، من قبل. طب مثال تاني، من ضريع، هنا عملت إيه؟ برضو عملت إخفاء للنون وجبت غنة فقط عند الحرف اللي بعدها اللي هو حرف الضاد. طب مثال آخر، صفا صفا، صفا صفا، ما نطقتش التنوين تماما ولكن جبت غنة فقط عند الحرف اللي بعدها اللي هو حرف إيه؟ الصاد. وبكده نكون اتعلمنا الإخفاء الحقيقي، تعريفه، حروفه، طريقة النطق الصحيحة. وإن شاء الله هنعمل تطبيق عملي في الفيديو اللي جاي هنتدرب فيه على بعض الأمثلة على قاعدة الإخفاء الحقيقي. وأخيرا لو عجبكم الفيديو ياريت نعمل لايك وشير ونشترك في القناة علشان يوصل لكم إشعار بكل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.